تعالي تعالي، ايوه انت شايفاكي حاطه ايدك على خدك وشايله هم اللانش بوكس سندوتشات والتحضير وكل يوم الصبح. جبتلك بقى فكره سهله جدا هتعمليها مره تحفظيها في الفريزر وعلى اللانش بوكس على طول. قبل ما ابدا، انا اسمي ايمان. لو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه وشيروا لايك لو الوصفه عجبتكم، ويلا نبدا على طول. متنساش نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل اللي هنحتاجه بيضايه واحده بس درجه حراره الغرفه. هحط عليها ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الحليب، معلقة صغيرة خل، نص كوباية زبادي، ونص معلقة صغيرة ملح، ورشة صغيرة من الفلفل الأسمر. قلبي ده كله كويس جدا جدا مع بعض لحد ما تكونش فيه أي حتت كده من البيض. هحط بقى عليهم كوباية من الجبنة، جبنة موتزاريلا على رومي على شيدر، أي خليط عندك حطيه، وقلبيهم برضو كويس جدا مع بعض. كل المكونات اللي فاتت دي لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. وبعد كده هحط كوبايه ونص من الدقيق، بس هحط كوبايه الاول وعليها معلقه كبيره من البيكنج باودر، بس ما تكونش هرميه، يعني متملوش المعلقه على الاخر. وهقلب بقى المكونات دي عشان اضمن بس ان البيكنج باودر اختلط تماما مع الخليط. وبعد كده هحط نص تاني من الدقيق، يعني حطيت كده كوبايه ونص من الدقيق. وهقول لكم شكل العجينه المفروض يبقى عامل ازاي، بس الاول حطوا بقى اي اضافات عندكم، زيتون، بسطرمه، فلفل، قطعوه حتت صغيره وحطوا. ممكن تحطوا لانشون، قطع دجاج مسلوقه، يعني اللي عندك بقى، وعايزه تاكلي للولاد فرصتك حطيها بقى في المافن ده. وقلبي كويس. لو لقيتي العجينه تقيله معاكي شويه ممكن تضيفي عليها معلقه من الحليب. احنا عايزين عجينه ما تكونش عجينه تقيله ولا تكون سايله، يعني تكون بالقوام ده. بس كده هو ده القوام المظبوط. هجيب بقى قالب الكب كيك وهدهنه بالزيت وهبدره بالدقيق. بلاش تحطوا ورق الكب كيك لانه هيلزق في العجين. هقول لكم كمان ازاي نطلعه بسهوله من القوالب بعد التسويه. المهم ان احنا بنحط كده طبقه كويسه، كميه كويسه يعني، علشان يبقى منفوخ كده لما يبقى يطلع من الفرن. وبحط على الوش شويه من الجبنه الموتزاريلا وفلفل بقى وزيتون وطماطم زي ما تحبوا. وبعدين بحط رشه من البابريكا. واخر حاجه بدهن العجينه من فوق بالزيت، دهنه خفيفه يعني كده بفرشه الزيت، عشان يتحمر كده ويديني لون حلو بما يستوي. دخله بقى فرن سخن على درجة حرارة 200، بيقعد حوالي من 20 ل 25 دقيقة، بنسويه كده زي الكيكة. ونعرف بقى ان هو استوى ازاي، بنختبره كده بالسكينة تطلع نضيف. اول ما بيطلع بغطيه واسيبه حوالي 5 دقايق كده لحد ما يهدى، وبعدين ببدأ اسلك الاطراف واطلعه بمنتهى السهولة، عشان بس لو في جبنة ولا حاجة لازقة في الاطراف. بس كده. بصوا الجمال والحلاوة، طري جدا وشكله حلو، والولاد هيحبوه كده ويبقى سهل معاهم في اللانش بوكس. جربوه بقى وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وابعتوا لي تطبيقاتكم على الجروب بتاعي وصفات إيمان أيوب على الفيسبوك. اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير، بالهنا والشفا.